امبارح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قدم إحاطة صحفية. يلا نسمع مع بعض مقتطفات من اللي قاله. عملية أبيك فيوري انتهت. حققنا أهداف العملية دي اللي الرئيس يفضله هو التوصل لاتفاق. هو يفضل يقعد ويتفقوا على مذكرة تفاهم للمفاوضات الجاية اللي هتتناول كل المواضيع الرئيسية اللي لازم تتناقش، وفتح المضايق بالكامل عشان العالم يرجع لطبيعته. ده الطريق اللي هو يفضله. لحد دلوقتي ده مش الطريق اللي إيران اختارته. بص، مع إني معجبة بالرئيس ترامب وده حقيقي وقلت كده كتير قبل كده، بس أنا شايفة إنه بيعاني من مرض غربي، وهو إنه مش مدرك إن الناس دي متطرفين جهاديين مجانين. ولما روبيو قال بصوا، لو هم بيستخدموا مضيق هرمز علشان يحتجزوا العالم كرهينة، تخيلوا كانوا هيعملوا إيه لو كان معاهم أسلحة نووية. لو فكرتي ولو للحظة إن أي حد في النظام ده، حتى اللي بيسموهم البراغماتيين، مستعدين يتخلوا عن الحاجة الوحيدة اللي عندهم يضغطوا بيها، تبقي بتضحكي على نفسك. وترامب كمان بيضحك على نفسه. وفهمي للرئيس، واعتقد انك متفق معايا، هو بيقول صح دي اهم قضية البرنامج النووي، ومفيش اتفاق. صح، انا هفضل متمسك بده، مفيش اتفاق. الموضوع مش هيخلص غير لما توافقوا على تنازل جدي في البرنامج النووي. ده ترامب، وده كل مبرره للحرب. لو ما خدش اللي هو عايزه في البرنامج النووي، مش هيقدر يقول للشعب الامريكي انه كسب الحرب. لازم ياخد اللي محتاجه في البرنامج النووي. في مواضيع تانية اللي برضو مهمة، ممكن يكون عنده مرونة أكتر. يعني لو ما خدتوش، بس لو أنتوا ركزتوا وهو قال البرنامج النووي، مش شايف إنه يقدر يتنازل في الحاجات دي. لو فضل متمسك بمبادئه، يمكن جاله إشارة أخيراً بسبب كل الضغوط، والإيرانيين أخيراً فهموا ده. عندهم اختيار، يا يرجعوا يصعدوا للحرب تاني وده هم مش عايزينه، يا يكملوا الحصار ده وده مش كويس ليهم. صح، حرب اقتصادية ضدهم. هم في وضع ما فيش فيه مكسب. هنشوف ازاي الموضوع ده هيمشي.